الدين يوزن جيش مع بنوتك وكدقت هناك الدانا ترسوها الارض جبخانا حايمين في سموم وسخانه ابريش اسمهم هجانا هم من فوق ناس الجيش وهالكومات وهالحوبات. المجل البندقية التي حفظ الله بها أعراضنا، المجل البندقية التي حفظ الله بها أعراضنا، المجل البندقية التي حفظ الله بها أرضنا، المجل البندقية التي أرجعنا الله بها إلى ديارنا، المجل البندقية التي أخرجنا بها المحتل من أرضنا، المجل البندقية، المجل البندقية، المجل البندقية، المجل البندقية لساتك دمر للعبة ونعمة للعبة. الله أكبر والعزة السودان. البندقية هي أصلا غير دمرتنا ودمرت شبابنا وقتلتنا ونزحتنا من بيوتنا، سوت لنا شنو؟ قال المجد للبندقية. والله كلام لكن بندقية. أنا الشيل بعرفه الكلام الصح. المجد الجد المجد للساتك. هاي المجد للساتك بندقية. بندقية شنو؟ عليك الله عندي. يا مرة بتطنطني في شنو؟ مالك وسامع لساتك وبندقية في شنو؟ أي المجد للساتك بندقية شنو المجد ليها؟ طيب دقيقة، نحن كنا وين؟ نحن كنا ناس هنا. وهسه وين؟ نحن حاليا في بيتنا. لو ما البندقية دي نحن ما كان رجعنا بيوتنا ولا كان كرامتنا رجعت لنا، لأنه دي بتحفظ حقوقنا وبتحفظ لنا كرامتنا. بدل الشحطة اللي احنا في كرامتنا في بيتنا. يعني لو ما البندقية ما كان رجعنا بيوتنا ولا كان كرامتنا رجعت. يا أخوي ها بندقية شنو اللي بتحفظنا؟ الحافظ رب العالمين ده ماله؟ يا ستي ونعم بالله ونعم بالله، ربنا قال في كتابه وجعلنا لكل شيء سببا. يعني البندقية دي سبب من الأسباب، سبب من الأسباب إنها تحفظ لنا حقوقنا وترجع لنا كرامتنا. وبعدين داير أقول لك حاجة، نحن لو ما البندقية الانتهاكات دي كانت حتكون لحد الآن مستمرة، الاغتصابات كانت حتكون لحد الآن مستمرة. ما بيشوف الأطفال دي بنات في عمر الزهور تصبوين يا أخي مليشة يا ما علي يا أخي يا مرة يا أخي لما تكرهين حياتنا عليك يا أخي. الشعب السوداني كله أجمع على أمر البندقية والحسم عن طريق البندقية. ليه؟ لأنه ضاقوا الويل من هؤلاء المتمردين. يعني أجمع الشعب السوداني ما أجمع على فراغ إنه البندقية هي الحل، والجرائم اللي ارتكبت في زماننا زي ما أظن أنها ترتكب ذاته على مستوى العالم كله. فالحل في البندقية. كان أبو برهان كلامه صح، حل في البندقية. المجد للبندقية والمجد لقوات الشعب المسلح السودانية ولكل من حمل السلاح ضد العدو. البندقية دي يا جماعة لحفظ الأمن وحفظ الحقوق وحفظ العرض. البندقية دي يا جماعة ضد الفوضى وضد الانفلات الأمني. والبندقية دي هي الحارس الأول والأخير للوطن، هي اللي بتحفظ سيادة الدولة من العدوان الخارجي. يا أخواننا أنتوا في حاجة ما فاهمينها والله. البندقية دي يا جماعة ما ضد الحريات، البندقية ضد الفوضى وضد الغزو الخارجي وضد الانفلات الأمني. المجد للساتك، لساتك شنو؟ طيب تمام، فلنفترض إنه المجد للساتك. هسي أنت من محلك ده كن شيل لك لستك وامشي هناك محل الدعامة قاعدين واعرق اللستك، شوف الجنجبيل ده حيعمل لك شنو؟ أنت ما حتعمل كده، لأنك أنت ذاتك اللي بتقول المجد للساتك عارف تماما إنه الجنجبيل ده لو حركت اللستك جنبه هيحرقك بيه بعد ما يقتلك طبعا. المجد للبندقية، جيش واحد شعب واحد، بإذن الله منتصرين، بإذن الله منتصرين. الله أكبر، الله أكبر، ولا نامت أعين الجبنات.